طبعا زي ما قلت لكم اللي احنا طبعا اخر الشهر ومفيش فلوس. طبعا إيه، هو في فلوس بل الحمد لله، بس ما ينفعش مفيش فلوس ان احنا نجيبه بادي طبعا ب2000 جنيه و3000 جنيه وكلام من ده. طب فاحنا ايه نعمله؟ ايه نجيبه على قد ما نقدره. طب تقولي طب احنا دلوقتي هنجيبه 3000 جنيه بادي؟ لا، هو مش 3000 جنيه، ما انت هتجيبي دي شيشه، وهتجيبي عيش، وهتجيبي برضو بادي بياض للفراخ الكبيره، يعني حسب الطيور اللي عندك، يعني مش هو 3000 يعني. وهنجيب برضو نشاره، لان احنا مش بنجيبه مثلا اكل بس، احنا بنجيبه نشاره وبنجيبه اكل وبنجيبه دي شيشه وبنجيبه عيش وبنجيبه بادي. يعني الميزانيه بتختلف طبعا. طبعا احنا مش بنجيبه اي حاجه وخلاص. طبعا البطاطس طبعا زي ما قلت لكم اهي، والتلاتة ب10 جنيه. طبعا مش كلها حلوة. طبعا بصوا اهي، دي بصوا مخوخة من جوه فاضية. بصوا اكترها كلها كده. فاحنا مش مشكلة عندنا ان احنا ايه، ان احنا جواها الطيور بتاعتنا، عشان ما حدش يقولك بس ده حرام. لا، هو حرام لما تكون كويسة وغالية ونأكلوها للطير. لكن دلوقتي احنا جبناها وغسلناها. طبعا برضو فرزناها، مش هقول لكم لا، ما فرزناها وخدنا اللي هو السليم طبعا استخدمناه. ودي بقى طبعا اللي هي ايه، الحمد لله يعني كل شيء كان. فغسلناها كويس عشان البودره طبعا ما تتاذيش، لو فيها بودره ولا حاجه ما تاذيش الطيور عندنا. ونرجعوا نقولوا لا ده الطيور تعبت من البطاطس. لا، الطيور ما بتتعبش من البطاطس، الطيور بتتعب من الحاجه اللي هي ما تكون مش كويسه، مش نظيفه، حمضانه، حاجه بايظه، حاجه مرشوش عليها. يعني الحاجه دي تجيبيها سواء بطاطا او بطاطس، تجيبيها تتغسل كويس وهي مبشره، وهي حاجتنا اللي هنبشره بيها. برضو حبه 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 كل يوم مع العيش، برضو منهم نغذوهم ومنهم برضو ياكلوا، مش هيقولوا لا برضو.